اهلا بكم في مهندس الملخصات، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان He's Not Just That Into You. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزل تشترك بالقناه وتترك لايك للفيديو لتشجعنا وتشجع القناه تكبر، وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا مهندسين. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. فيلمنا بيبدا مع بنت اسمها جيجي، وهي بموعد غرامي مع مالك عقارات اسمه كونر. وبيكون كونر مش مهتم جدا بجيجي، بس جيجي بتكون هبله لدرجه انها مش عارفه تدرك هذا الشيء. وبعد الموعد بتتصل جيجي على صديقها لتحكي له قديش كيوت كونر، وبعدها بيتصل كونر على بنت اسمها آنا لتروح تاكل معاه، بس بتتأسف له وبتحكي له بانها مشغولة هذه الليلة. وبروح كونر على البيت وبيكون ساكن مع صديقه أليكس، وبيتصل كونر بآنا قبل النوم بس بتتجاهل مكالمته لانها بهاللحظة بتكون تتكلم مع شخص تاني اسمه بن. وبيحكي لها بن بانه عنده صديق بيقدر يساعدها بمهنة الغناء اللي بتمارسها آنا. وبينما بتعطيه معلومات اتصالها بتكون آنا عاوزة تتقرب منه، بس بن بيحكي لها انه متزوج وما بخونش مراته، وبيقترح عليها يكونوا اصدقاء عمل وبس. وبيعطيها بطاقة البزنس تبعه وبيمشي لسيارة صديقه نايل المصفوفة. وباليوم الثاني بتتفقد جيجي ايميلها لتتحقق اذا كونر ارسل لها رسالة صوتية او لا. فزوجة بن اللي اسمها جيني بتحكي لجيجي بانه كونر يمكن مشغول وبنها ما تزعجهوش. وبتروح جيجي للبار اللي بيتردد عليه كونر بالعادة، وهناك بيشوف أليكس اللي بيكون صاحب البار. وبيحكي لها أليكس بانه كونر مش حيجي الليلة للبار، وجيجي وأليكس بيقضوها يتكلموا مع بعض طول الليل. وبيحكي لها أليكس بانه كونر مش حيتصل فيها بتاتا. فبتسأله جيجي ليه، فبيحكي لها من الاخر لو الرجل ما اتصلش ببنت فهذا يعني انه غير مهتم وغير معجب بيها. وبيحكي لها بانه بدلا من كونر فحيعرفها على ابن عمه احسن باليوم الثاني. وباليوم الثاني بخربط أليكس وبيكون حاكي لابن عمه انه يجي للبار بيوم ثاني. فبقضي أليكس الوقت مع جيجي بما انها هون علشان ما تكونش جيتها في الفاضي. وبعدها بتبدا جيجي توقع بحب أليكس، وبتفكر برضه انه بحبها بس بالحقيقه لا. وبيوم بيعزم أليكس جيجي لحفلته، وبعد الحفله ما بضلش بالمكان غير جيجي وأليكس. ففجاه بتنط جيجي عليه وبتبوسه، فبيتفاجئ أليكس بحركتها الغير طبيعيه وبيدفعها عنه، وبيحكي لها بينهم مش مرتبطين. فبتحبط جيجي بس بتقول معلش هو هيك طبيعته. وبعد ايام بضل أليكس يفكر طول الايام بجيجي، وبيحس أليكس لاول مره بحياته بالمشاعر وبانه في حد كان حيدخل قلبه. وبيكون مش قادر يركز بشغله، وبيدرك أليكس هذا في قرارة نفسه وبينطلق لجيجي وبيعترف لها بحبه ليها. وبمكان تاني بالصالون بتحكي أنا لصاحبتها عن وضعها العاطفي مع بن، وبتحكي لها قصة عن رجل بيطلق مراته علشان يتجوز واحدة ثانية. يعني أنا بتلمح لموال براسها وبدها تغني، بدها تطلق بن من جيني وتتجوزه. وبتتصل أنا ببن، بس بن بيرفض الاتصال لأنه مش عاوز يتقرب منها. وبيعاود بن الاتصال بأنا وبيحكي لها بأنه بيقدر يساعدها بس بمهنة الغناء تبعتها. وفجأة بتدخل عليه زوجته جيني، والاثنين بيتكلموا عن مستقبلهم مع بعض. وباليوم الثاني بتزور أنا بن بمكتبه وبتسأله كيف تزوج جيني. فبيحكي لها بأنه بأيام الكلية فجيني خيرت بن بين خيارين، وهو يا أما يجي يتزوجها ويتركها للأبد، فبيتزوجها لأنه بحبها ومش عاوز يتركها، بس هو حاسس حاليا أنه تسرع بقراره بالزواج. وبيوم بينضم بن لدرس اليوغا تبع آنا، وبيحكي بن لآنا بأنه انضمامه لدرسها كان مجرد صدفة فقط لأنه مر من المكان واكتشف أنها بتدرب يوغا كمان. وبعدها بيروحوا ليسبحوا وبيحكوا مع بعض عن حقيقة أنهم أصدقاء وبس. وبعدها بياخذ بن آنا لمكتبه وببوسها، والواضح أنه خلاص خرب وبطل يتحمل أكتر لأنه الاثنين بيكونوا على وشك أنهم يعملوا تشك وفجأة بيدق حد على باب المكتب، وبيدرك بن أنها زوجته جيني جاي لتزوره بالمكتب. فبخبي بن آنا بالخزانة وبيروح ليفتح لجيني، وبتدخل زوجته للمكتب وبتسكر الباب وبتحاول تغري زوجها بس هو بيرفض. يعني بتعمل تشك مع واحدة غريبة وبتعملوش مع مراتك يا خيين عن المنطق. وبيحكي لها انه عنده واجبات مكتبية للقيام بها في محاولة منه انه يطردها، بس هي بترفض وبتقول له مش رايحة غير وانا مغنية الموال اللي براسي. وبالاخر بيعملوا تشك وبوديها بن للبيت، وهي راح تستناه هناك علشان يناقشوا طلاقهم. وبتطلع انا من الخزانة وبتصرخ على بن وبتحكي له شفتك كنت تعمل تشك مع مراتك يا مكرف، ما تكلمنيش تاني. وبترجع انا لتتواعد مع كونر، وبكون كونر ما بيعرفش بالعلاقة السابقة لآنا مع بن، وبكون كل اللي عاوزته انا من الرجالة هو تشك وبس ولا اي شيء تاني. وبتكون حتى مش عارفة اذا كانت بتحبه لبن او لا. وبيوم بفاجئ كونر انا ببيت جميل حيشتريه قريبا، وبيدعوها انها تيجي وتعيش معاه بهذا البيت لينقلوا علاقتهم للمستوى التالي. بس انا بترفض وبتحكي له ما بينفعش نحن متزوجين. فبالاخر بيحضنوا بعض وبقرروا انهم يضلوا اصدقاء بس. وبنشوف جينا وهي ماخذة قرارها بانها خلاص حتترك بن، وبتشوف باكيت دخان لبن على الارض فبتمسكه وبترزعه بالحيط بغضب لانه ابوها مات بالسرطان بسبب التدخين الشديد. ومش بس هيك، هي بتخبط الطاولة بالارض وبتكسرها بعد ما شافت سجاير اكتر. وبيرجع بن للبيت وبشوف كل ملابسه وممتلكاته مجهزة على الدرج علشان تقلعه جيني من البيت، وعليهم باكيت دخان ورسالة من جيني بتحكي له فيها بانها عاوزة الطلاق. وهذا كان ملخص فيلم He's Not Just That Into You. اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لو عجبك لتدعم نمو القناة واستمرارها.
واشوفكم على خير بالملخصات الجاية. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.